توفي اليوم الجمعة الموافق ل 28 جوان 2024 الممثل مراد كروت عن عمر يناهز 81 عاما إثر معاناة مع المرض بعد مسيرة حافلة بالأعمال الدرامية والمسرحية تمتد لأكثر من 6 عقود. وقد ابتدأت مسيرة مراد كروت في عالم التمثيل والإخراج مع مسرحية منامة عتارس سنة 1962، وهي من إنتاج جمعية المسرح الإفريقي، واشتهر بفضل مشاركاته الناجحة في العديد من الأعمال الدرامية الرمضانية مثل جمرة سيدي محروس وحكاية عبد العزيز العروي ومنامة عروسية ووردة والخطاب على الباب، وكذلك مسلسل عودة المنيار وحسابات وعقبات والناس حكاية ودعبل أخو دهبل ونواصي وعتب وكمان جد سلام وغيرها من الأعمال الدرامية. وقد أسس المرحوم مراد كروت رصيدا فنيا ضخما يشمل ما يناهز 63 مسرحية، إضافة إلى مشاركاته العديدة في مختلف الأعمال الدرامية الناجحة على التلفزيون التونسي. ويعتبر مراد كروت أحد أشهر الممثلين في تونس بعد مسيرة حافلة بالإنجازات الكبيرة على الشاشة التونسية وعلى المسرح، وسيظل اسمه منقوش على رفوف الأعمال الدرامية التونسية. رحم الله الفقيد رحمة واسعة، ورزق أهله وذويه جميل الصبر والسلوان، وأن لله وأن إليه راجعون.